هغسل معاكم المواعين علشان انا مش غسلاها امبارح، نمت من غير ما اغسلها وهقول لكم ليه. امبارح من يوم ما جيت الشقه دي والبلاعه بتطلع ميه مش عارفه ليه. فامبارح بقى انا تعبت من كتر ما بتطلع ميه، فرحت جبنا السباك وصلحها يعني. ما كنتش قادره امبارح، انا تعبانه يعني. انا عماله اقول لكم انا تعبانه وحاسه ان انا عايزه انام على طول. فكتبتوا لي في التعليق وضحكتوني قوي، كتبتوا لي في التعليقات ان ممكن تكوني حامل. ضحكتوني بجد يعني. انا بقى بغسل المواعين، ما بفتحش ميه عماله على بطال الحقيقه. انا بغسل، بحط ميه في الطبق ده او البوله دي، وعليها سائل تنظيف الاطباق. وبعد كده ببتدي بقى ان انا انيف او اغسل الاطباق بتاعتي وكده. وبعد كده بشطفها بقى مره واحده او على كذا مره يعني. ممكن اعمل شويه صغيرين يعني كميه او نص مثلا الحاجات اللي موجوده في الحوض واشطف واحطها في الصفايه واكمل. بس النهارده انا مش طابخه حاجه الحقيقه. هنعمل ايه بقى؟ انا عندي ملوخيه، مش هطبخ حاجه. انا قلت بقى اتسلى معاكم وانا بغسل الاطباق. انا هغسل المواعين معاكم، وعايزه اقول لكم ان انا اصلا يعني دايما بلبس الجوانتي علشان ايديا، واحيانا مش بلبس يعني. في اوقات كده مش بلبس فيها لو في طبقين ولا حاجه. وفي حاجه بقى فيا وحشه قوي، ان المعالق والسكاكين بتكون ماليه الحوض، لان انا على طول بدوق الاكل، واي معلقه بدوقها بحطها في الحوض، مش بدوق بيها تاني ومش بقلب بيها. فالحوض بتاعي هتلاقوا فيه يعني معالق كتير اكتر من السكاكين كمان. واللي بستعمله بحطه في الحوض على طول، مش بستعمله تاني. يعني لو قطعت حاجه بالسكينه ما بحطها في الحوض، ولو احتجت اقطع حاجه تانية بستخدم سكينه تانية، وهكذا. فعلى طول عندي مواعين كتير، فمش عارفه بقى. المهم وانا بغسل مواعين كده بقى عايزه اقول لكم على شويه حاجات. انا فعلا انا تعبانه وحاسه بارهاق ومش عارفه بقى. قالوا لي حللي دم او اعملي صوره دم كامله او غده درقيه، فانا برضو هاخد بالي، احط بالي يعني، احط الاعتبار ده في بالي، وان انا احلل دم. علشان انا على طول حاسه ان انا عينيا مقفوله وعايزه انام، فمش عارفه ده بقى من الجو ولا ايه، وحاسه ان انا دايخه على طول عايزه انام. بس مش حامل يعني. انتوا بتقولوا انا حامل، لا انا مش حامل. وانا قلت لكم ان المواعين او الاطباق اتراكمت عليا لان اصلا السباك كان جاي، وبصراحه انا ما كنتش عايزه اغسل الاطباق قبل ما يجي والبلاعه تطلع بصراحه يعني. فانا قلت ايه، هسيبهم زي ما هما كده، ولما يبقى يجي وينزل هعمله. ما قدرتش بجد بجد، انا ما قدرتش، لان البلاعه لما بتطلع بتاخد مني مجهود ان انا اكون بغسل الاطباق وبعدين تطلع ميه. ف بتاخد مني مجهود ان انا اقعد امسح بالمساحه واعصر ومش عارفه ايه، وكل شويه تبهدل لي الدنيا. الحمد لله يعني هو صلحها الحمد لله. ودي كانت غلطه مني لاني انا ما صلحتهاش من اول ما جيت سكنت. هي لما جيت الشقه دي زي ما قلت لكم على طول كانت بتطلع ميه، وما كنتش عارفه الميه دي بتيجي منين. دايما بلاقي ميه في الارض قبل حتى ما ننقل حاجاتنا. كنت لما ادخل كده الشقه الاقي ميه في الارض في المطبخ. فبعدين جبت كذا سباك ما كانوش عارفين المصدر. انا كنت فاكره مثلا المحابس اللي تحت الحوض، فقالوا لي المحابس مظبوطه ما فيهاش حاجه. ففوجئت بقى مع الاستخدام بلاقي ان البلاعه بتطلع، بس بتطلع لما يكون في ضغط ميه. يعني مثلا لو حله فيها ميه بدلقها كده في الحوض فبتعمل ضغط ميه، فبتقوم طالعه الميه، طالعه كل اللي بتنزل في الحوض بتقوم طالعه، وانا بقى اقعد امسح. فالحمد لله ارتحت يعني. انا النهارده كنت عماله اغسل اطباق وانا مبسوطه وحاسه ومرتاحه ومطمنه ان مفيش ميه هتطلع من البلاعه الحمد لله. بس اللي عايزه اقول لكم ان الهرسه بتاعت التوم دي حلوه قوي، لو لقيتوها في ايكيا بس او ايكيا يعني يكون عليها تخفيض. انا اشتريتها من زمان ايام ما كانت رخيصه، وكمان كان عليها عرض. فلما تلاقوا عليها عرض ابقوا هاتوها، لان هي حلوه جدا وبتعيش ومش رديئه خالص.
زي ما انتم شايفين كده انا بغسل المعالق، وبعدين هرجع التلاجة مكانها، لان التلاجة انا كنت شايلها في مكان تاني، يعني زقتها كده في مكان تاني بعيد عن البلاعه، لان البلاعه اصلا كانت تحت التلاجة. وانا بقى بزقها ما قدرتش، فجبت بقى نور وعلي هما يزقوها، علشان انا ما قدرتش اكمل زق، يعني انا قدرت ازقها في الاول لكن ما عرفتش اكمل، فارجعها مكانها وانضف المطبخ. وزي ما قلت لكم انا مش هطبخ حاجه النهارده، هناكل ملوخيه بعيش، احنا بنحبها بعيش لما بتكون بايته. اليوم الاساسي بتاع الملوخيه بناكله بالرز، لكن لما بتبات بناكلها يعني بالعيش، او حتى لو بالليل وانا عايزه اتعشى باكلها بالعيش برضو. بس امبارح والله انا ما اتعشتش، يعني احنا اتغدينا وما اتعشتش. انا دلوقتي بقى بخلص الحوض، بغسل الاول الفلتر، وهغسل بقى الحوض زي ما انتم شايفين كده بالسلك. انا عندي سلك للحوض وسلك تاني عاملاه للحلل، بس بنضف الفلتر عادي بالسلك بتاع الحوض، لانه من بره هو يعني مش بنضفه من جوه، فبس من بره الهيكل بتاعه من بره، ما باجيش جنب الحنفيه بتاعته يعني. وبعدين بليف كده الحوض بالليفه، وبعدين هشطفه، وبكده اكون شطبت الحوض وكل حاجه. هسيب بقى الحاجات تتصفى، وبعدين هحطهم مكانهم. وهغسل دي كمان. الحوض ده كان جاي له مصفى معاه، بس انا مش عارفه راحت فين، يعني لما جينا ننقل، لان ده الحوض بتاعي، لما جينا ننقل انا اخدته معايا. الحوض ده كان غالي يعني وواسع وكبير، فانا بحبه فجبته معايا وركبته. ولما جبناه بقى فيه زي مصفى كده جواه، ما لقيتهاش. فانتوا عارفين لما بنيجي ننقل في حاجات مننا بتضيع، يعني انا كان عندي معالق صغيره كتير، جيت ابص ما لقيتش معالق يعني لقيت معالق كتيره ضايعه مني. فالوقت لما الواحد بيجي ينقل فعلا في حاجات كتير بتضيع منه. انا كده بقى شطفت الحوض وكمان الفلتر، وهسيبه بقى كده زي ما انتم شايفين، ممكن هنشفه بالفوطه، وهستنى بقى لما الحاجات تتصفى في صفايه الاطباق، وبعدين هحطهم. وهزود كمان مسحوق او السائل غسيل الاطباق، وانا بستخدم الايام دي اوكسي مش مقاطعه. انا كنت بستخدم الاول بريل، دلوقتي بستخدم اوكسي او فيبا او الحاجات المصريه يعني. فمتهيألي اوكسي مصري، متهيألي مش كده، مش مقاطعه يعني. فاكتبوا لي برضه في التعليقات لو لسه بقى موجودين معايا لغايه دلوقتي. ما تنسونيش بقى في اللايك الحلو بتاعكم، وكمان تعليق حلو كده زيكم، وتنزلوا تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. تعالوا بقى دلوقتي نملي البتاع بتاعت الصابون السائل. هقلع بقى الجوانتي، وبعدين هملى بقى العلبه. والعلبه دي كنت شاريها من ايكيا ايام الرخص. انتوا عارفين كنت جايباها بكام؟ كنت جايباها وحياه ربنا ب 19 جنيه. دلوقتي مش عارفه بقت بكام، بحاجه و60 حاجه و70، والله ما انا متذكره، او حاجه و90 مش فاكره. فانا كنت جايباها فعلا ايام الرخص، وكنت جايبه 2 ايام ما كنت لسه في بيت العيله. وبعدين جبت منها 2، واحده اتكسرت لما جيت انقل برضو. في حاجات بتبوظ وبتتكسر وبتضيع ايام النقل وكده. وبعدين تعالوا بقى عملت نفسي فلحوسه، ورحت ماسكه ايه التلاجة، وان انا ازقها فاتزقت مني شويه، يعني عرفت ازقها. وبعدين تعبت، رحت مناديهم هما بقى كملوا. وبعدين هبتدي بقى ان انا احط الحلل اللي انا اشتريتها امبارح من فتح الله، اللي هو طقم الحلل. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اخد كل حاجه كنت حطاها او بصفيها، يعني احطها مكانها، الحلل مكانها، الاطباق مكانها، المعالق مكانها.
وكنت جايبه برتقان فهغسله، هشطفه يعني كويس وهحطه. عايزه اقول لكم ان انا اي فاكهه بغسلها، يعني موز بغسله، في ناس ما بتغسلش الموز بس انا بغسله، وبرتقال. اكتر فاكهه بتتاكل في البيت فعلا الموز، وعلى طول بنجيب موز صيف شتاء على طول. انا ورايا الانبوبه لان على اهبه الاستعداد ان انبوبه الفرن تخلص، فانا حطاها هنا عشان لو خلصت نركبها على طول. ده البرتقال بعد ما غسلته. بتاعتي مجنزره ازاي، حاولت ان انا اغسلها وانضفها، بغسلها معاكم. انا شكلها كده ما تنفعش بصراحه، يعني شكلها احط فيها شويه ملح او شويه فلفل يعني عشان احطهم كده على السفره، بلاقيها جنزرت كده وبقى لونها مش حلو. انا مش عارفه يدينا حس اصلي ولا لا بصراحه. انا كنت شاكه ان هي صناعي يعني، فما كنتش فاكره ان هي هتجنزر كده. انا شلت منها الملح والفلفل ومش هستعملها تاني، احطها بس كده منظر في المطبخ وخلاص. بصوا نتفت بس برضو تحسوا ان هي متقشره زي صاده كده، مش عارفه، فهسيبها بس منظر كده في المطبخ وخلاص. وكنت شاريه ينسون من فتح الله امبارح، فهحطه بقى في البرطمان. وهمسح البار. خلاص كده المطبخ خلص، رجعت التلاجة مكانها، والمطبخ كده تقريبا خلص. دي بس فوط المطبخ هعينها، دي فوط بس المطبخ هحطها مكانها في الضرفة بتاعت الفوط. وده دي حمص، دي قصدي ذرة هحطه برضو. بس همسح الارض وخلاص. بس مسحت الارض كده بسرعة، وبعد كده بقى هحضر الغدا الملوخية. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. تنسونيش بقى في اللايك الحلو وتعليق جميل زيكم. باي باي.